السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في قناة انجليش ببساطة مع مس أروى غريب. النهاردة بإذن الله هنشرح البوسيسيف adjectives. طيب يعني ايه البوسيسيف adjectives يا مس؟ يعني صفات الملكية. بس قبل ما نشرحهم تعالوا كده نفتكر سوا السبجكت pronouns، تمام، اللي احنا شرحناهم في الفيديو قبل كده، واللي ما شافهمش يروح يجري يشوفهم ويرجع لي مرة تانية. تعالوا نفتكرهم سوا. كان عندنا 7 أبطال: I, he, she, it, we, you, they، زي ما هم ظاهرين عندنا كده. اتفقنا؟ طيب نيجي بعد كده للسبجكت pronouns، وبيتحولوا ازاي ل possessive adjectives، ضمائر الفاعل، وازاي بيتحولوا لصفات ايه؟ الملكية. عندنا أول حاجة الضمير I بيتحول لإيه؟ بيتحول لماي. عايزة أقول الحاجة دي بتاعتي، تمام؟ مش هنحط I، هنقول إيه؟ ماي. زي مثلا لما نقول my hat، الطاقية بتاعتي. الضمير هي بيتحول his hat، الطاقية بتاعته. الضمير she بيتحول her، وit بيتحول its، ووي بيتحول our، ويو ليور، وذي آخر حاجة بيتحول لذير. طبق الكلام ده على كل الضمائر اللي احنا قلناها، كل المثال اللي احنا قلناه طبقه على كل ايه؟ الضمائر، تمام؟ طيب البوسيسيف adjectives عندنا ملحوظة مهمة جدا، بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها noun. يبقى صفات الملكية بيجي بعدها noun، بيجي بعدها اسم. زي المثال كده عندنا my car. my ده possessive adjectives، وcar ده noun. اتفقنا؟ طيب تعالوا اديكم examples عشان الدنيا توضح اكتر. اول مثال عندنا لما اجي اقول this is my book، ده الكتاب ايه؟ بتاعي. المثال التاني عندنا this is her bag، دي شنطتها. وزي ما احنا ملاحظين في الأمثلة البوسيسيف adjectives صفات الملكية جه بعدها noun.